السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. اهلا وسهلا بكم في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نون. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى واسرع جاتوه شاتوه في الخلاط. عندنا المقادير كده سهلة وبسيطة خالص: كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية دقيق، بيضة واحدة، نص كوباية كاكاو، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وحبة فانيليا. المقادير كلها واحد واحد واحد، مفيش بس قالك كاكاو الخام، والكاكاو الخام ده كاكاو خام اسباني يعني مر. هي اللي نص كوباية بس، والبيكنج باودر معلقة كبيرة يعني كيس، اللي حاجة بسيطة خالص. ببيضة واحدة هتعملي ما شاء الله جاتوه شاتوه يشرفك، وطعمه سهل ويعني فوق ما تتخيلي جميل جدا. هنحضر شفشق الخلاط بتاعنا زي ما احنا شايفين. هحط فيه كوباية اللبن، وهنزل عليها بكوباية السكر الحبيبات، وهنزل عليها بنص كوباية الكاكاو الخام الاسباني، واخلطهم كويس في الخلاط. انا هنا ضربت اللبن والسكر الحبيبات والكاكاو الخام الاسباني لغايه ما اتاكدت خالص ان السكر داب تماما مع الخليط. بعد كده هنزل بالزيت. ما ينفعش احط معاهم الزيت من اول مره، لان الزيت هيتقل الخليط والسكر هيبقى لسه ما دابش. فانا دلوقتي بقى اتاكدت ان هو داب تماما، هنزل عليه بخليط الزيت واحده واحده. ده كده الخليط بتاعنا بعد انا ما حطيت عليه الزيت. انا حشت معلقتين كبار من الزيت لان لقيت السمك بتاعه تقيل وجميل معايا اهو. هجيب كده كوبايه معياريه من اللي انا عايرت بيها المقادير كلها، وهملاها خليط صوص الشوكولاته ده. دي كده كوبايه صوص الشوكولاته اللي انا اخدتها، هنعينها في الفريزر او في التلاجة لغايه ما نخلص الجاتوه شاتوه بتاعنا. هنا عندي بيضة ورشة فانيليا، هحطها على خليط باقي خليط صوص الشوكولاتة اللي في الخلاط، وهضربهم كويس وهنرجع مع بعض. هحط معلقة البيكنج باودر الكبيرة على كوباية الدقيق، وهخلطها على صوص الشوكولاتة بالبيض. هقلبها كده مع بعض، وهنزل على صوص الشوكولاتة، وهقلبها كويس جدا لغاية ما الدقيق يتجانس مع خليط البيض وصوص الشوكولاتة. انا كده جهزت الخليط بتاع الجاتوه شاتوه زي ما احنا شايفين كده. طالما عامل علامة الشريط دي يبقى القوام بتاعي مظبوط تمام. انا جهزت عندي صينية من اللي هي بتتفتح وبتتقفل، اللي هي الكليبس دي، وجبت ورقة، لو انت عندك ورق زبدة تمام. انا ما كانش عندي ورق زبدة، فجبت كراسة رسم وقمت دهنه الصينية كويس، وجبت ورقة بالطول وورقة تانية بالعرض زي ما احنا شايفين كده، وقمت دهناها سمنة من فوق. وهصب دلوقتي فيها خليط الجاتوه شاتوه. هنزل كده بالخليط بتاع الجاتوه شاتوه بتاعنا في قلب الصينية. ممكن اي نوع صينية بتاعك عندك ما يقولش لا شغال. اساوي الخليط بتاعي كده بالسبروته كويس في الصينيه من جميع الجوانب. درجه الحراره احنا مسخنين الفرن قبليها بربع ساعه، يعني من ساعه ما بدات اشتغل في المقادير كنت شغلت الفرن على درجه حراره متوسطه. وبعد كده ههدي من تحت خالص، ومش هشغل الشوايه، وهحطها في الرف الوسطاني لغايه ما تحمر معانا. هنجهز مع بعض كده الكريمه. عندي باكو كريم جانتيه دريم تمام بطعم الفانيليا، هحطه هنا في البولة دي زي ما احنا شايفين كده. وهنزل عليه بمية مثلجة يعني تلج، وفيه مية خفيف جدا، مش عايزة مية من قلب التلاجة، لا ده تلج يعني فيه قطع. وهحط شوية كده وهضربها كده بالمضرب اليدوي، مش بمضرب كهرباء ولا اي حاجة، وهتبقى جميلة معايا. ده شكل الكريمة بتاعتنا بعد ما ضربناها بالمضرب اليدوي، مش مضرب كهرباء ولا اي حاجة. شايفين متماسكة وجميلة. سر تماسكها ان المية تكون بتلج، شايفين اهيت ما بتقعش مني ولا اي حاجة، متماسكة جدا. هدخلها التلاجة لغاية ما الكيكة تطلع من الفرن. ده شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن.
انا هفتحها علشان اسيبها تبرد، هي سخنه جدا. فتحت ده وطلعتها منه. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله جميله جدا. انا فتحت على الشوايه اخر دقيقه، احمرت بس من الوش وقمت طافيه عليها. بتسيبيها كمان دقيقه في قلب البوتاجاز بعد ما تطفي النار فوق وتحت خالص علشان تتاكدي ان هي استوت تماما. انا قلبت الكيكه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، وهبدا اشيل الورق اللي انا كنت حاطاه. بيتشال معاكي بكل سهوله خالص، وكمان بيساعد ان هو بيشيل طبقه القشره ديت علشان يتشرب صوص الشوكولاته. انا حطيت الكريمه بتاعتي اللي انا عملتها، وهفرد كده طبقه كريمه على الجاتوه شاتوه بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. انا فردت طبقه الكريمه بتاعتنا، وهجيب صوص الشوكولاته بتاعنا اللي احنا عملناه وهنزل على طبقه الكريمه برضو كده. زي ما احنا شايفين كده انا حطيت طبقه الشوكولاته. دلوقتي هحدد القطع بتاعتي اللي انا هقطعها. دلوقتي انا حددت هنا 15 قطعه جاتوه شاتوه. تمام. هبدا ان انا ازين. التزيين ده يرجع لك، ممكن تسيبيها كده وتقدميها. انا عندي هنا بسكوت اوريو. تمام. هفتحها كده وهقوم قسمها بالنص واخدها كده واقوم حطها في قطعه الجاتوه زي ما احنا شايفين كده. افتحها كده واقسمها. انا حطيت الكريمه اللي كانت باقيه عندي في كيس تلاجة وعملتها زي ما انتم شايفين كده. اي حاجه عندك تقدري تسوقي بيها. انا هعمل كده بخله الاسنان. بتدي شكل الرخامي، بتدي لها شكل جميل جدا، مره راحه ومره جايه. شكلها بعد ما احنا عملناها بخلة الاسنان ادت لها شكل جميل جدا. يعني باقل الامكانيات هتزوقي الجاتوه بتاعك ويطلع شيك جميل جدا كأنك جايباه من بره. وبقى عندي شويه صوص شوكولاته حطيتهم برضو في كيس تلاجة، وهعملهم كده وشكيته بدبوس وهنزل كده. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 15 قطعة جاتوه شاتوه بأقل التكاليف، من بيضة واحدة وكوباية دقيق وكوباية سكر وكوباية زيت ونص كوباية كاكاو خام. هتعملي 15 قطعة جاتوه. ال 12 قطعة دلوقتي ب120 جنيه. فطبعا انت بأقل التكاليف هتعملي 15 قطعة، فما شاء الله. وكفاية ان انت عاملاها بايديكي ونظافة، انت عارفة انت ضامنة حاطة ايه. وبألف هنا. اتمنى من كل قلبي ان انت تجربوا الوصفة، ولو عجبتك ما تنسيش تعملي كومنت حلو وتدوسي لايك علشان الفيديو يتفعل. بحبكم في الله، يا احلى حاجة في حياتي.